السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. هنعمل النهاردة أكلة اقتصادية جميلة جدا، زي ما انتوا شايفين شكلها يفتح النفس وهتشرفك، وهنعملها بحاجة جميلة جدا. وجبة موفرة من صدر فرخة. هنجيب نص كيلو صدور وهنقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. بس واحنا بنشتغل بقى اعملي لايك للفيديو وشيري الفيديو وانشريه. هقطعها مكعبات وهركنها على جنب. وعندي هنا بصلتين وسط وفلفل اخضر وفلفل احمر. هقطع البصل وهقطع الفلفل لمكعبات عشان نفرمهم. ما تنسيش اللايك والشير، واللي اول مره يشوف قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. هجيب الكبه بتاعتي وهنزل فيها بالطماطم بالبصل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. هفرمهم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب مصفى هفضي فيها الخضار اللي انا فرمته علشان انا عايزه اصفيه كويس جدا. هسيب الشوية دول على جنب كده علشان ما اعرف اصفي ما تتكبش مني. هصفي التفل كويس جدا وهنشوف هنعمل ايه. وانتي بتتابعي الفيديو كده اكتبي تعليق حلو صلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واذكري الله طول ما احنا شغالين. هصفيه كويس جدا من اي سوائل فيه. خلاص ده التفل معايا، هفضيها في البولة كده. كده كل التفل اهو معايا، ومعايا المية لوحدها. هنركنها على جنب دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه مع التفل. في نفس المكان مكان الخضار هنزل بالصدور اللي انا قطعتها في قلب الكبة وهفرمها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاها مفرومة ناعم جدا، هتتفرم معاكي بكل سهولة. تمام كده جاهزة معايا صدور الفراخ. هفضيها في البولة على الخضار اللي انا فرمته وصفيته اللي هو البصل والفلفل الالوان. وهحط بقى الاضافات بتاعتي اللي انا هضيفها للكفتة الفراخ. هحط فلفل اسود، وهحط حبهان مطحون. انا مش عايزه اكتر البهارات قوي. يبقى انا حطيت فلفل اسود وحطيت حبهان مطحون. هحط لورا مطحون، ورق اللورا مطحون. هحط شويه شعره بسيطه خالص كده، وهحط شويه ملح على حسب الرغبه. طبعا الملح ده على حسب الرغبه. وكمان هحط بهارات فراخ، معلقه صغيره بهارات فراخ. وكمان هحط البابريكا، وهنزل عليهم كمان بكيس من الفيجيتار. ممكن تحطيه بارد او حار، انا حطاه بارد عادي. لو ما عندكيش فيجيتار هتحطي 3 معالق من البقسماط الناعم، وهتعجنيها كويس جدا زي ما انت شايفه كده. هفضيها بقى في فولة صغيره كده. جاهزه معايا الجميله جدا جدا. بس انا هسيبها شويه في التلاجة تتشمع معايا كده علشان اصبحها وتبقى متماسكه. هلفها بالستريتش راب وهدخلها التلاجة لمدة ساعة زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى المية اللي انا صفيتها من البصل والفلفل، هضيف عليها شوية ملح، وكمان هحط شوية فلفل اسود، وهحط شوية زيت، وهقلبهم كويس. هطلع بقى الكفتة بتاعتي من التلاجة. قعدت ساعة في التلاجة، والمية معايا بتاعت اللي انا صفيتها من الخضار جاهزة. هصبع كده زي ما انتوا شايفين اقراص كده، وهبل ايدي من المية اللي انا متبلاها. وهعمل كمان شوية صوابع.
الشكل اللي تفضليه. عايزه تعملي قراص زي ما انا قلتلك كده، او تعملي صوابع، مفيش اي مشكله. انت ممكن تعمليها صوابع او قراص وتحطيها في اطباق وتحطيها في التلاجة في الفريزر، بس صف واحد، وبعد ما تتجمد تلميها مع بعض في طبق واحد عشان ما تلزقش في بعض، وتطلعيها تبقى جاهزة على التحمير على طول. زي ما انت شايفة كده انا بسوي القرص، وبعد كده هبل ايدي من المية اللي انا متبلاها، وهدهن كده القرص كده من الناحيتين، وهرص في الطبق اهي. هعمل بقى الكمية اللي انا عايزاها من القراص، والكمية اللي انا عايزاها من الصوابع. شفتي من نص كيلو صدور فراخ طلعنا كمية بسم الله ما شاء الله تكفي عيلة بحالها. انا عملت شوية اقراص اهو، وهعمل شوية صوابع بقى. الصوابع هحطها في طبق فل وهدخلها الفريزر، لما احب اطلعها او جايه من الشغل مستعجله كده اطلعها اعملها. بتحطيها في صينيه او على بطاطس على حلقات طماطم، وبتبقى جميله جدا، او صينيه في الفرن من غير اي حاجه تشويها عادي خالص. عملت الكميه بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله، رمت كميه كبيره جدا. الصوابع هدخلها الفريزر، ودي هسويها معاكم دلوقتي. هروح على النار، هحط الطاسة تسخن كويس، وهنزل عليها بمعلقتين زيت، مش زيت كتير، معلقتين بس كده، وهسيبه يسخن. اول ما يسخن هبدأ انزل بقراص الكفتة بتاعتي. هتاخد لون من على جنب، هقلبها على الجنب التاني، ما بتاخدش وقت خالص، والنتيجة بجد هتبهرك، تحفة. مين لسه بقى ما عملش لايك؟ بسرعة اعملي لايك، عايزة لايكات كتير كتير كتير، واعملي شير للفيديو، وبعتيه لكل حبايبك وصحابك بنية ان الفايدة تعم على الكل والكل يستفيد. طبعا كلنا دلوقتي عايزين نوفر ونعمل اكلات اقتصادية تكفينا كلنا بأقل التكاليف. مش لازم تشتري الصدور، ممكن تجيبي فرخة وتشيلي الصدر منها وتخليه وتعيني اللي وراك تطبخيها بطريقة تانية. لازم يا جماعة كلنا نوفر. كده اللون بتاعها بقى تحفة. هبدأ اطلعها اهي بسم الله ما شاء الله، شكلها تحفة. ممكن تعملي جنبها رز بسمتي مبهر، او مكرونة حمراء وسلطة مع مخلل كمان، وبتبقى تحفة، مستوية من بره وطرية وجوسي جدا من جوه، وطعمها وريحتها خيال، بجد تحفة 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 تحفة. جربوها وهتعجبكم جدا ان شاء الله، وقولولي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد، ويا ترى الوصفة عجبتكم ولا لا، وعرفتوها قبل كده وجربتوها ولا لا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة اكلة وفكرة مع سمية. اسيبكم في رعاية الله.